احنا دخلنا كده في نص رمضان، الواحد حاسس ان هو خلاص جاب اخره، مش قادر بقى ولا قادر يخش يحضر اكل ولا قادر يخش يحضر سحور خلاص. فجوزي قال لي ايه، ما تعمليش اكل النهارده وتعالي نطلب حاجه من بره او نطلع على اي مطعم ناكل اكله حلوه كده ونيجي. فانا قلت له لا، ازاي هنطلع بره دلوقتي؟ هتدفع لك بتاع 4000 جنيه ولا 3000 جنيه في اكل ما تستاهلش، واستغفر الله العظيم يا رب اكل المطاعم ما بيعجبنيش. هات انت ال1000 جنيه وانا هخش اعمل لك اكله كامله متكامله. طبعا يا اختي انا خدت ال1000 جنيه ضربتها في جيبي ودخلت طلعت على طول كيس من الفراخ اللي انا كنت متبلاها معاكو، وحطيتها على طول في الاير فراير زي ما انت شايفه كده، واتحطيت بس قطعه صغيره كده، قطعه صغيره من الزبده ونص كوب ميه، وسبتها في الاير فراير على ال- الفراخ 40 دقيقة. ظبطتها كده على 40 دقيقة، وطلعت كمان كيس من الكفتة برضو، التفريزات بتاعت رمضان الرهيبة اللي بتنقذني. يعني أنا من النوع اللي بحب أفرز بسبب كده. عارفين رمضان والسحور وكاني وماني الواحد ما بيقدرش يعمل ايه كل طبعا الكلام ده والصلاة والكلام ده. هنا هون بقى خلاص طلعت الكفتة، سبتها كده تتهوى شوية عشان مجمدة عشان تفك. وقلت اطلع كيس كده من العيش السوري، قطعته كده مثلثات، وكان عندي لحمة متعصجة مفرومة. وبعدين ابتديت ان انا احشيها كده والفها زي ورق العنب. عشان انا اتسالت كتير انت بتحشيه ازاي وبتلفيه ازاي، هي ما فيش حد ما بيعرفش يلف ورق عنب يا بنات. ورق العنب سهل جدا، فانت هتعملي كده اهو بالطريقه دي. انا شكلي واخده دار برد يعني كده، بدايه غير مبشره. الحمد لله. هخلص الكميه بتاعتي وهرشه رشه زيت بسيطه، هتحطيه في صينيه وتدخليه الفرن او هترصيه زي ما انا عملت في الاير فراير. ما خدش معايا 10 دقايق. الفراخ بتاعتي بعد 40 دقيقه طلعت زي ما انتوا شايفين كده، حكايه يعني مستويه خالص ودايبه. قلت بقى احضر بقى الكفته على طول كده، خدت معلقتين زيت على معلقه صلصه، ورحت انا برص كده وانا برص الكفته في برضو هدخلها في الاير فراير، بس بدهنها كده دهنه بسيطه من الزيت وصلصه الطماطم، علشان بتديها لون كمان حلو مع الشوي في الاير فراير. بس كده هو هدخلها برضو، هتاخد 15 دقيقه على اللحمه بس كده هو. ودلوقتي انا عملت كمان شويه رز بسمتي كده هو بسيط، كان طعمه برضو تحفه. فالاكل النهارده كان بسيط خالص ويعني خفيف زي ما انتم شايفين. انا حاسه بالنسبه لي ان انا ما تعبتش في كل حاجه، لان كل حاجه انا كنت مفرزاها. ما علينا ان انا عملت بس شويه الرز، سلطه الطحينه، والسلطه السلطه الخضراء بتاعت الكفته، وكمان عملت سلطه الدكوس لان انا بحبها. دلوقتي بقى فضيت الرز زي ما انتم شايفينه كده في الصاج، قلت بقى اعمل لهم الشيف الشربيني بقى، امال ايه. رصيت لهم الرز وابتديت ارص كمان الفراخ بتاعتي، والكفته طالعه الله اكبر على جمالها يا بنات. الطريقه لو انتوا عايزينها اكتبوا في التعليقات، وانا هحط لك اللينك على طول بتاع الوصفه. انا منزله كل وصفه على طول على الصفحه مطبخ سماح رجب على قد ايدي على الفيسبوك، وكمان مطبخ سماح رجب على قد ايدي على اليوتيوب. عملت بقى كده رشة خضرة كده خضرة، وحطيت كمان فحمية لان بتدي طعم حلو قوي وريحة حلوة قوي للمشويات. دلوقتي كمان طلعت الصوابع السمبوسة بتاعتي دي الاختراع اللي هي بالعيش السوري، بتبقى حلوة قوي. زي ما قلت لك خدت بالظبط 15 دقيقة في الاير فراير. لو انت عايزة تدهنيها بدهنة زيت ودخليها الفرن، هتاخد معاكي برضو بتاع نص ساعة في الفرن، لان الفرن بتبقى غير الاير فراير بتسرع يعني شوية معاكي. وكانت النهاية بقى بصراحة الأكل كان شكله حلو قوي، وغير شكله الحلو كان طعمه يعني في منتهى الجمال. هي دي بقى الحتة اللي بتعجبني بقى في التفريزات، ان انا لما بكون تعبانة ولا مش قادرة اني اعمل حاجة اطلع واخش على المطبخ على طول.